يعني انت بقالك 14 سنه في مجال العطور؟ 14 سنه. لو في برفان خدته من عندي قعد معاك اقل من يوم تعال رجعهولي. ده اللي ما يجيبش المدام حكم عن نفسه بالاعدام. يعني العطور بالنسبه لي مش مجال، العطور بالنسبه لي هوايه. يعني انت لما بتفتحها معاك بتبقى بالشكل ده. 25% لاي حد يجي من طرف كلاسيك فوكس. البرفيوم بتاع العيد ولا لسه؟ لا والله لسه ما جبت، اقسم بالله. هم مش هنجيبه ولا ايه؟ لا ده لازم ان شاء الله نجيب تعرف مكان حلو طب نجيب منه؟ هو في محل جديد بس بان عليه غالي، بس البرفن يا بتاعه عم برفن عالي. غالي ولا مش غالي، تعال ناخد فكره وبالمره احنا كده كده خارجين ونحط برفيوم ونمشي. لو طلع السعر يعني مبالغ فيه هو ده، تعال نبص هو عليه. ده اللي في وش مدرسه ابن حزم. لقيناه غالي اخلع، لقيناه رخيص اشتري، خلصان. وبالمره هشتري للايه؟ للاولاد وهشتري للمدام بقى عشان العيد. ايه يا عم احنا دخلنا الجنه ولا ايه؟ الله اكبر، في حاجه جميله تعالى يا عم جدا. نتفرج. انسى، انا هاخد ليا وللمدام. تعالى يا ريس كده، عايزين بقى نشوف الدنيا بقى في ايه. اخويا الدنيا منوره. عامل ايه؟ الله يسترك. اسمه كريم ايه؟ اخوك محمود المليجي. احسن راجل في الدنيا. بالله عليك عايز حاجه جميله عشان داخل علينا العيد، وطبعا انت عارف ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن حط برفن وبقى جسمه زي الحديد. عايز حاجه رجالي ولا نسائي؟ ده اهم حاجه النسائي، ده كلام. ده اللي ما يجيبش المدام حكم عن نفسه بالاعدام. تعالى شم دي وقول لي رايك فيها. دي حاجه فيها زهور هتخلي الدنيا الله. معاك فريش. شممنا يا مصطفى. اخويا حاجه جميله جدا. اوف طب شم دي جامده قوي. بس دي حاجه ما ينفعش خالص كده كده. البرفانات النسائيه ما ينفعش تتحط. طب انا اقول لحضرتك على حاجه، طبعا شكل البرفن هنا عندك عالي، لان برفن سينا كله عالي. ربنا يخليك. طب السعر عالي؟ سيبك من السعر خالص. انت عارفني. سيبك من السعر. لا. تعمل لي ديسكاونت؟ حاسب، مش هعمل لك انت ديسكاونت، مش هتعمل له هو بس. انا عايز اقول لك على حاجه، انا دام دخلت لك هنا لازم تعمل خصم على كل حاجه. بالظبط. كل المتابعين. هتعمل لنا بقى خصم ايه؟ خصم 25% لاي حد يجي من طرف كلاسيك فوكس، واي حد يجي من طرف البرنس مصطفى كبده. اخويا واي حد هيجي ياخد اتنين هياخد واحد ثالثه ببلاش، او واحده بنص السعر باذن كل ده الله. عشان الرجاله. اخويا ايوه احنا جايين نتفرج دلوقتي برضو عشان ايه، احنا ما بنعملش مثلا فيديو غير لما ايه نجرب الحاجه بنفسنا، عشان لو لقيناها نستاهل بجد فاهمني. فاحنا دام الحاجه تستاهل طبعا لازم نشاور عليها. بس انا داخل عليا العيد ولازم أنا اجيب للمدام، اللي ما يجيبش للمدام حكم عن نفسه بالاعدام. اخويا الله يبارك لك، اديني احلى حاجه للمدام. عرفني بقى انت الفكره الديزاين الجامد ده جالك ازاي؟ حبيبي. وانت اصلا بقالك قد ايه في المجال بتاع حبيبي. العطور ده؟ حبيبي. عشان برضو الموضوع ده ما بيجيش بالسهل، اكيد كل أيوة واحد اكيد طبعا. يعني بيقابل حاجات وصعوبات واتمرمطت اكيد في مجال العطور طبعاً. ده، لان انت لما تفتح حوار العطور ده مجاله واسع جدا طبعاً. جدا جدا طبعاً. جدا. صح يا خد مصطفى؟ بالك كلاسيك اخويا ان من البرفن اللي عنده الله اكبر، طبيعي ان هو بقاله سنين في المجال وله خبره جامده، لان ما حدش يجيب الجوده العاليه دي بالطريقه الحلوه دي الا لما يكون له خبره في المجال. حبيبي. لو واحد بقاله سنه ولا اتنين عمره ما هيجيب لك جوده عاليه حبيبي. في اي مجال عامه، بس في مجال البرفن لازم يكون راجل قديم فاهم معنى كلمه برفن، فاهم معنى كلمه برفن سينا. الله اكبر لا قوه الا بالله. عايزين بقى نتكلم بقى، هو بقى نديله المايك بقى ان هو يتكلم بقى ويتكلمنا حبيبي. الحوار بقى جالك تمام. ازاي وكده. بص انا شغال في مجال العطور ده بقى 14 سنه. ماشي. اشتغلت في شركات كتير واتنقلت من بوزيشن لبوزيشن وترقيت، من اول ما كنت بفرق ورق القتاشه ده في الشارع لحد ما مسكت مشرف في شركه وسبتها ورجعت تاني ومسكت فروع. فيعني العطور بالنسبه لي مش مجال، العطور بالنسبه لي هوايه، انا بحبها برتاح في مجال العطور. فقررت ان انا يعني انقل ثقافه عطريه جديده. طبعا البرفيوم الاوريجينال مش كتير نعرفه عشان هي فئه بعيده عننا. اللي انا عايز افهمه لكم ان العطور زيها زي الملابس بالظبط، في عطر للشتاء وفي عطر للصيف وفي عطر للخروجه وفي عطر للجامعه، كل حاجه مختلفه. انا ما ينفعش انزل بجاكيت في عز الصيف. طب بالله عليك، فالثقافه العطريه قول اتفضل بالله عليك ما عندكش برفن لصلاه العيد؟ يا باشا، هجيب لك واحد يخلي لك العيد بكره ان شاء الله. انا عايز اشيل صلاه حبيب العيد قلبي، بس أهم حاجة. حبيبي ربنا يخليك. فقررت ان انا اعمل ايه، بدل ما الناس تدفع ارقام فلكيه في الزيوت الاوريجينال والعطور الاوريجينال، انا قررت ان انا اعمل لهم محاكاه بنسبه تتخطى ال 98% من العطر الاوريجينال اللي بنسمع فيه ارقام فلكيه بتتخطى ال 45000 جنيه. طبعا في ناس كتير ما تعرفش الكلام ده، بس من البراندات الكبيره. انا جبت لك باقل من 10% من سعره ونفس نسبه التطابق. طب عرفت اجيب ازاي نفس نسبه التطابق؟ ده يرجع بقى لل 14 سنه اللي انا قلت لك عليهم، انك
تعرف تطلع درجه نفس اتجاه الاوريجينال. يعني انت بقالك 14 سنه في مجال العطور؟ 14 سنه من اول ما انا كنت في الدراسه. انا دلوقتي عندي 31 سنه من وانا في الدراسه وانا شغال في مجال العطور ده، وانتقلت من كل اماكن. عشان كده لازم تطلع اكتر برفان قريب من الاوريجينال، انك تبقى شميت يعتبر معظم النوتات اللي في السوق. وما ركزتش في كده بس، يعني ركزت في تفاصيل ان تبقى هويه البراند هويه مصريه، ان هو يبقى سينا. وركزت حتى في الازازه من اول شكل البوكس الصحراوي والجبال اللي بتبقى في اخر الازازه. يعني تعالى كده ممكن اوريها لك واضحه في الازازه البيضاء اكتر. حتى في الازازه مركز في التفاصيل بتاعه الجبال، ان الاسم يبقى كرييتيف، يبقى اسم مصري 100%. حتى الديكور زي ما انت شايف جبال، كله حاجات طبيعيه. يعني كل حاجه من الحجر الطبيعي، حاجه عايز انقل فيها الهويه المصريه. وان شاء الله نبقى بدايه براند ينافس البراندات العالميه. مش انا اللي هحكم على نفسي، انتوا اللي هتقدروا تحكموا. وان شاء الله اي حد يجي يقدر يحكم على البراند ويجرب بنفسه وهيعيش تجربه عمره ما حسها قبل كده. هيبقى متناول بالنسبه لايه وبالنسبه للناس؟ ابص، اللي خلينا ناخد الخطوه دي، احنا بفضل الله شغالين اونلاين بقالنا فتره، وشايف الثقافه العطريه منتشره، والناس فعلا بقى ما بيهمهاش السعر قد ما بيهمها ان مظهر هيكون حلو. فانا شغال اونلاين، وبمناسبه يعني القيمه مقابل سعر 100%. فبيتهيألي انك تاخد ازازه عطر في عرض سعرها 500 جنيه او 550 وهي سعرها الاساسي في الاوريجينال، وتاخد نفس المقابل مثلا 27000 28000 بس، تقدر تحس الاحساس بتاع ال 27000 ب 500 جنيه في باكج تقدر تقدمه هديه بشياكه. برفيوم معتق، برفان الكحول اللي فيه معالج بالفحم عشان ما يجيبلكش حساسيه، مش برفان عادي. النوته بتاعت البرفان بتقدر تعدي معاك بالتدرج العطري. فبالتالي انك تدفع 550 جنيه تدفع 800 جنيه وفي المتوسط، بالتالي ده مش رقم انه يحسسك احساس فعلا البرفان بيوصلك ليه. لا 550 او 500 جنيه بالنسبه لي حق نص كيلو كبده. انت انا عايز اسالك سؤال يا مصطفى اسألني. بامانه، انت اخر ازازه برفيوم عملتها كانت بكام؟ لا 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 ده الكلام ده من فتره وكانت ب 350 جنيه بس، بقالها فتره جامده وما كانش الريحه دي خالص قسما برب العالمين، ولا الريحه ولا الجوده ولا النظافه دي. حاجه الله اكبر لا قوه الا بالله. حبيبي ربنا اللي يبارك عنده فيك. برفن حلو زينا نقدر نقول له عمنا حبيب احلى قلبي. برفن هنا. 550 او 550 ده قبل الخصم ولا بعد الخصم؟ هو ده بعد خصم، اللي جاي بعد خصم ال 25%. متوسط السعر بيبقى مثلا معاك 850 800، فاهم؟ بيبقى في السعر ده. بس 550 ده للناس اللي جايه من طرفك انت بس. بس من انا طرف هرخم مصطفى عليك في باشا. حاجه. اخويا حبيبي. انا عايز ارخم عليك في حاجه. براحتك. ممكن يبقى بعد ال 550 هيبقى فيه بس اللي هي الازازه الصغيره دي اسمها ايه؟ تيست. ممكن يعني بعد ال 550 ده اللي ياخد ازازه ياخد ازازه تيست صغيره. من عينيا، انا مش هقدر اتكلم يا معاك. اخي اخويا مع كل ازازه هطلعها ببوكس هحط فيها تيست بنوع تاني عشان يقدر يشم معانا نوعين، عشان خاطر طيب يا المعلم جماعه كلاسيك اي فوكس. حد هيجي يقول انا شفت الاعلان بتاعك عند كلاسيك فوكس ومصطفى له خصم وله كمان ازازه تيست صغيره هياخدها وهو ماشي، واللي مش هياخد الازازه يقول له يقول لي على صح طول. كده. انا عايز بقى لسه يقول اهم حاجه التست دي اضافه. كل برفيوم بيبقى له حكايه وبيبقى له روايه وبيبقى ايوه فاهم قصدي. صح كده؟ تمام. عايزك تعرفني مثلا يعني كواحد بتاع عطور، انت اكيد مختلف بقى عن أيوة. واحد فاهم عايز يحط عطر حلو فاهم وخلاص، قصدك، صح؟ فاهم قصدك. يعني عرفني مثلا الخطفه مثلا اللي انت بتحبها في حته العطر، مثلا اللي هو ايه يبقى بتحس ان هو ده يناسبك او ان هو ليه قيمه او الكلام من ده. تمام. بص، إزاي هو بقى؟ كل برفان آه. بيبقى ليه اتجاه واحساس مختلف. بالظبط. بيرجع من شخص للتاني. في ساعات روايح الانسان بيحبها عشان بتفكره بذكرى عدت في حياته، مثلا ريحه شمتها في بيت جدك زمان، ريحه حد عزيز عليك ومبقاش معاك بتشمها بتفتكره. حاجات بتبقى طبيعيه جدا. فاختيارك للنوع ده بيرجع ليك، لكن انا اقدر اساعدك ان انا ارشح لك مثلا نوع، اقول لك النوع ده يمشي معاك في الجامعه، النوع ده يمشي معاك مثلا في الشغل، النوع ده يمشي معاك في ديت، في خروجه رومانسيه. هي وصلت لان انا طبعاً، كل برفيوم طبعاً. بيبقى طبعا. لا انا طبعاً. على كده بقى لازم اعمل دولاب زي ما هعمل دولاب لللبس اعمل دولاب على فكره في ناس كتير بتبقى عندها مجموعه عطريه لو شفتها تبقى حاطه مكتبه. بس حصل. طبعا للحد الطبيعي انت بص اخرك يعني ممكن بالكتير 3 تبقى واحده لشغلك الطبيعي الديلي يوز استخدامك، وواحده تبقى لحياتك الشخصيه، يعني اللي هو مثلا حاجه رومانسيه، حاجه كده جذابه اللي هم بيقولوا عليها حاجات سكسي وبيبقى فيها حاجات شجري، والحاجه الثالثه انها تبقى معاك تبقى للحفلات لمناسبات فرح. فانت عندك كله زي بالظبط ما يبقى البدله ليها مكانها والكاجوال ليه مكانه ولبس مثلا الكلاسيك ليه مكانه. احنا ما كناش عايشين يا مصطفى. ليه يا عم؟ طب انا عايز واحده من السكس
بالله عليك. من عينيا اللي انا اديتها لك من البدايه مش هتفرج منك. طب والاثنين دول ما هو دول هتكنسل طلع دول واحده منهم وعايز احسس عايز على اساس داخل العيد بقى كل سنه وانت طيب. من عينيا ليس العيد لمن لبس الجديد اضرب. ولكن العيد لمن حط برفن وبقى جسمه زي الحديد. حبيبي ان شاء الله. فانا دلوقتي عايز ازازتين، ازازه ليا وازازه لمصطفى. تمام تمام. مصطفى انت عايز ازازه ايه؟ عايزها بالله عليك برفن 6 عشان العيد. من عينيا. مصطفى عايز ازازه سكسي عشان خاطر العيد. تمام. فعرفنا بقى، ورينا كده الباكج بيكون عامل ازاي وبتقدمه للعميل ازاي يعني كده. انت لما بتفتحها معاك بتبقى بالشكل ده. تمام ماشي. بس. انا دلوقتي عايزك تحط لي مثلا دي في شنطه. تمام. تمام. وما تنساش طبعا ان انا قلت لك عليها الايه؟ التيست التست. اهو ده تيست من اي نوع تاني مكتوب اسم البرفيوم عليه، عشان لو حبيته تعرف تيجي تطلبه مننا تاني، هيبقى معاك في الباكج من انواع فخمه من عطر نيش تاني، وهيبقى الباكج ده كامل معاك في البوكس بتاعك. طب والحاجه بقى اللي مصطفى عايزها؟ الحاجات السكسي زي ما هو قال. بالظبط. تمام. بص هديك الباكج ده زي ما قلت لك، ده انت هتستعمله ادعي لي، يعني انا عايزك ده تدعي لي. ممكن بس تطلع لي الازازه كده وتمسكها كده؟ شد اسحب. لا جميله جدا. حسيت بايه؟ الله اكبر. بص بتهدي الاعصاب. حبيبي. جميله جدا. اضغط. والنبي انا عايز اشم عايز اشم. اهي اهي. بس انت لسه ما اتجوزتش. هو لازم اتجوز؟ امال ايه؟ انت بتزلونا يا جدعان ولا ايه؟ لا وده طب التيست اهو مش ناسيك بنوع تاني اسمه مون بلان ليجند سينا نمبر 2. ده برفان ذكوري هيعجبك قوي، فيه زي ما قلت لك تبغ وخشب وعسل معاك في ده الباكج. احطها في جيبي يا باشا وانا ماشي. بالظبط. اخدها معايا كل شويه. بالظبط. ماشي. حطهم لي بقى في شنطتين. واحده بقى في شغل. من عينيا حبيب قلبي. شكرا يا اخي. حبيب قلبي فوكس، حبيب قلبي. نورتوني أخويا، وده ونورت فرصة الدنيا سعيدة. كلها حبيبي. الله أكبر، ربنا الله أكبر. يخليك. حاجه جميله جدا. بقى عنوانك فين؟ ان شاء الله لو انت جاي من بره كرداسه، احنا عنواننا كرداسه منطقه الشاعر قدام مدرسه ابن حزم. لو انت من كرداسه يعني ما فيش اسهل من كده، عند عبد رشوان قدام مدرسه ابن حزم، نفس المكان يعني قريب من جامع الشاعر. تقدروا تنورونا وتستفادوا بالعروض كلها، وفي كمان ويب سايت، بس اهالي كرداسه تقدروا تشرفونا هنا اكتر، والبعيد عننا يقدر يدخل على الويب سايت او يقدر ينورنا في اي وقت. ودايما هنعودكم ان في سينا عطرك علينا. طب حق انا نسيت اتكلم. حوار الثبات ده اهم حاجه عندي، عشان خاطر انا مش هروح اشتري زيت برفيوم تمام ويكون ايه نص ساعه ولا ايه ريحتها اختفت ولا ايه. اكيد. يا باشا بص ما تقلقش، تاخد معاك البرفان تمام. معاك ضمان شهر لحد ما الازازه تخلص، لحد ما تشربها. لو في برفان خدته من عندي قعد معاك اقل من يوم تعال رجعهولي. اقل من يوم يعني عندك ضمان؟ يا باشا من ضمان. عينيا. يعني لو تعال احدفها على الازاز من بره. يعني انا لو لقيتها قعدت معايا اقل من يوم اجي ارجعها. تيجي ترجعها او تبدلها اللي انت عايزه. خلي بالك انت في كرداسه وبتوع كرداسه انت فاهم. يا باشا انا واثق في كلامي 100%. بس كده. هو الراجل 100%. واثق من شغله تمام. وانا بص اهم حاجه تعرفك ان ازازه البرفيوم دي كويسه هو الثبات بتاعها. بس كده. من عينيا. يلا يا عم. طيب. هو ما طلعش غالي ولا حاجه وخدنا على التيكيت كمان. ده الاثنين بحق نص كيلو كده. عشان قلت لك ما تحكمش على حاجه غير لما تجربها. الله بس انا هقول لك على حاجه قسما بالله اعلى برفن شوطه في حياتي. يلا مش خساره فيه. يا اخي كل سنه وانت طيب. وانت طيب.